قصة جديدة علينا سعيدة. فأعتقد إن ده الميعاد المناسب يا صديقي اللي تعمل لك فيه حاجة تشربها وتسيب الفيديو ده يشتغل على جنبه وتسمعه، أو تعمل حاجة تانية وانت بتسمعه. ولكن قبل ما تعمل ده فعايزين نرحب بشمشون لأنه بذل مجهود في الفيديو كبير قوي زي ما انتوا شايفين. ومن غير كلام كتير خلينا نبدأ في قصة النهاردة، وهي لما اتنصب عليا في أول شغل اشتغلته في حياتي وازاي انا انتقمت في الاخر. خليني بس في الاول كده اوضح لك انا كنت بعمل ايه قبل ما يظهر لي الشغل ده. في الفتره دي سنه 2021 والفتره اللي قبلها كل اللي كنت بعمله اني بحاول اكون حد بيعمل انيميشن شاطر. انيميشن اللي هو ايه؟ اللي هو باللغه اوضح الكرتون. ممكن يجي في دماغكم حاجات كتير زي الكاركتر الخضراء بتاعت زغاليل او فيديوز طحالب. انا كنت بعمل نفس الشيء بس على مستوى اقل شويه. وخليني اوضح لك حاجه صغيره، ان الحلقات دي اللي انتوا بتشوفوها او الفيديوز وانتوا بتقلبوا بتلاقوها قدامكم على السوشيال ميديا دي مش بيكون شغال عليها شخص واحد، دي شركه فيها اكتر من حد، ممكن احيانا اكتر من تيم بيشتغلوا علشان يطلعوا فيديو واحد، وانا كنت لوحدي. فخلينا نحط ده في الاعتبار. فانا كنت بعمل ايه؟ كنت بصمم شخصيات وبرسم مشاهد او برسم الباك جراوند او الحاجه اللي انا محتاجه ارسمها علشان اطلع في الاخر فيديو. والجزء الاصعب ان احنا بعد كده بناخد اللي اترسم ده نبدا نحركه بحيث ان هو يبقى فيديو في الاخر. وطبعا قبل ده بيكون في سكريبت، بنفكر في فكره الفيديو، بنكتب السيناريو، بنشوف الفيديو هيمشي ازاي. بروسيس كتير قوي على شخص واحد. ولان كان صعب على حد زي اني اعمل كل الكلام ده لوحدي، فكنت بعمل حاجات صغيرة وبنزلها على السوشيال ميديا علشان اقدر الاقي الشغل في شركات زي دي مع ناس من اللي بتعمل الكلام ده. ومن هنا بقى يبدأ العبث. في يوم ما وانا بتغدى بمسك الموبايل بقلب فيه هل في حاجة جديدة، الكوكب انتهى ولا لسه، ولقيت لك رسالة من احدهم على انستجرام بيقول لي احنا كنا عايزين حد بتاع انيميشن ورسم في الشركة عندي، فايه رأيك في الموضوع ده؟ والحقيقة كحد في سني وقتها لسه بنقول عندي 20 سنة، فكرة اني اشتغل في السن ده كانت تحفة. فاوكي يلا بينا. والصراحه من ساعه ما الشخص ده قال لي ان خلاص ممكن تيجي تعملي انترفيو في يوم كذا، وانا كانت الاكسبكتيشن عندي مش هنا، لا في الدور اللي فوقينا. عارفين العيله الصغيره ليله العيد بيكونوا الحماس بتاعهم عامل ازاي؟ اصل حط نفسك مكاني، اول مره اشتغل والشركه وانا لسه سني صغير، تحفه. ويجي يوم الانترفيو، وعلشان اوضح لكم قد ايه الموضوع بالنسبه لي كان عبثي وقتها، انا ماما ما رضيتش تخليني اروح الانترفيو ده لوحدي. اصل ساعتها كان منتشر فكره الناس اللي بتستدرج ناس علشان يخطفوهم وكانهم طالبينهم في شغل. فماما قررت ان خالي الصغير هيجي معايا. فتخيل معايا كده المشهد، انا دخلت الشركه قابلت الشخص اللي كلمني وقال لي اهلا ايه الاخبار، قلت له اهلا خالو. والحقيقة ساعتها ما كانش عندي الإدراك حتى أن أحس أن الموقف محرج. ودخلنا للشخص صاحب هذه الشركة اللي في مسمى آخر بيسموه السي او، وفي قصتنا المرة دي احنا هنسميه حالم، جاية من الأحلام. هتفهموا ليه بعد شوية قدام. حلوة القافية دي. ده أنا عليا جمل، ده أنا عليا جمل. المهم دخلنا الميتنج واللي كان عبارة عن موقف بني ادمين، انا وخاله والشخص اللي جاب لي الشغل والسي او وبنت كده انا مش فاهم ايه موقعها من الاعراب لحد النهارده. المهم بدانا الميتنج واللي كان عباره عن نص ساعه، ما افتكرش ان حصل فيهم جمله واحده مفيده لاني مش فاكره فيهم اي حاجه اتقالت. وتحسنا كده كنا كلنا قاعدين مش فاهمين ايه اللي بيحصل، احنا كلنا هنا ليه، مين دول، واحنا ايه الدنيا دي كلها. ولكن الحاجه المفيده اللي حصلت اننا اتفقنا على المرتب واللي كان تقريبا ساعتها 3000 جنيه. وده مقابل ايه؟ مقابل ان انا هكون حد بيعمل رسم وبيعمل انيميشن. الكلام واضح وبسيط. هل وقتها المبلغ ده كان قليل على الحاجه اللي هعملها؟ ولكن نحط في اعتبارنا ان دي كانت 2021، اعتقد ان ده كان افريج اغلب المرتبات وقتها ساعتها، وكحد اول مرة يشتغل بدون خبرة تقريبا فدي كانت صفقة لا بأس به. وبدأنا العبث. ايوه اصل ده ما كانش شغل، ده كان عبث. ابسط حاجة ان ما كانش فيه حاجة واضحة اللي هم عايزين اصلا يعملوا ايه. انا حرفيا قعدت فترة هناك باتيتيود اللي هو انت مش موجودة، اعمل لنا حاجه بقى، يعني شوف لنا رسمه، طلع لنا فيديو، طب ديزاين، طب
فيديو انيميشن زي بتوع طحالب دول، يعمل لنا منه 5 ولا حاجه واحنا قاعدين كده بنشرب شاي. يعني لو نقدر نطير من غير جناحات كمان يبقى كتر خير الدنيا. ومش هبالغ لو كنت بقول ان انا وقتها كنت حرفيا بعمل شغل ممكن 5 بني ادمين تانيين يكونوا شغالين فيه معايا اصلا. يعني كنت بصمم الشخصيه اللي هنبدا نعمل عنها الفيديو، يعني المفروض يكون في حد اصلا هو اللي عنده تصميم للشخصيه دي من الاول، وانا اكمل على الشغل بتاعه. بفكر في فكره الفيديو، بكتب سيناريو، والمفروض يكون في اصلا كونتنت كرييتور هو اللي بيعمل ده. برسم المشاهد والباك جراوند اللي هي بتبقى ورا اصلا الشخصيات وهي بتتحرك، بعمل انيميشن لكل الكلام ده غير الساوند ديزاين وهي الاصوات اللي بتكون موجوده في الفيديو كله، سواء ان في حد بيقول حاجه او في اصوات بتبقى موجوده في الباك جراوند. وكل ده بتراب الفلوس. واروح اتكلم مع حالم اللي هو المفروض السي او، ولكن احنا هنا مش هنسميه اللقب ده، احنا هنسميه اللي مدورها. اصل دي مش شركة ليها حد مسؤول عنها، دول شوية ناس صحاب قرروا ان هم يعملوا نفسهم شركة، وده شخص مدور الدنيا دي. فكنت بروح اتناقش نقاشات في منتهى العبث، اللي هو يا ابني يهديك يرضيك، انت المفروض في حد يعمل الكلام ده وانا بكمل وراه. يقول لي تمام هنشوف، حاضر، طيب ما تجربي كده تسيرش على يوتيوب وتشوفي، طيب لو تعرفي تعمليها. اروح اقول له طب انا محتاجة الساوند علشان ابني المشاهد عليه. يقول لي طيب ما اكيد في فري ساوندز على يوتيوب، لو دورتي اكيد هتلاقي حاجات كويسة جدا وممكن نستخدمها وبتاع. طب بصي يعني اعملي حاجات وخلصي ووريني، ولو حلوة نكمل ولو وحشة نرميها في الزبالة. والحقيقة يا صديقي انا مع نهاية اول اسبوع بدأت ادرك الموقف الحقيقي اللي احنا فيه، ان دي مش شركة حتى تحت بير السلم، احنا في البدروم. لا بص، احنا ما جيناش اصلا. ازيدكم من العبث بيت حالم ده كان اصغر مني، كان اصغر مني بسنه. ولما كان يقعد يتكلم كده وتقعد تسمعه يقول لك اصل انا شغلانتي دي بره اصلا ب5000 دولار، وانا ممكن اقفل الشركه دي كده بسرعه واصفيها واسافر لاخويا بره واخليه يشغلني، وعادي جدا انا كده كده مش خسران حاجه. فانا طبعا كنت ببص له كده في صمت، وانا جوايا اللي هو يا ابني ما نتعالج، يعني جرب كده تروح لدكتور في الدنيا، في مش حاسس ان في حاجة غلط في الموضوع. ولكن طبعا الرد الخارجي كان بيكون اللي هو طبعا اكيد انا رأيي كده برضه. وبعيدا عن كل العبث ده انا كنت تمام، لان ادركت ان انا بس هنا علشان باخد خبرة. الفلوس قليلة، انا حقيقي مش مستفيدة اي حاجة من اللي بتحصل هنا، ولكن دي خبرة عشان بعد كده احطها في السي في، ولما اروح مكان تاني اللي هو يا جماعة انا نزلت في مكان فترة وكل الكلام ده. ولكن مع انتهاء نص الشهر الاول ليا معاهم يحصل ان هم قرروا يمشوا من المكان اللي احنا كنا شغالين فيه. وده لان حالم اختلف مع الشخص اللي كان واخد منه المكان اللي احنا شغالين فيه، واللي هو عبارة عن مكتب صغير فيه كام جهاز علشان الكام شخص اللي شغالين تانيين. وينصب عليه يتنصب عليه، ما فهمتش قوي القصة وقتها، والحقيقة ما كانش عندي ادنى اهتمام بان انا اعرف ايه اللي بيحصل. حالم قرر يعمل اجتماع مع كل واحد من الناس اللي شغالة علشان يعرف الخطوة اللي بعد كده احنا هنعمل ايه. فدخلت الميتنج، كنا قاعدين قصاد بعض، قال لي طيب احنا مهتمين جدا ان انتي تكملي معانا الفترة الجاية، ولكن احنا هنشتغل من مكان تاني ومش ناويين نستغنى عنك، واحنا متحمسين جدا ان احنا نكمل البروجكت اللي احنا شغالين عليه، وعندنا اهتمام كبير جدا بيه لما يطلع، وحاسين ان هو هيعمل نقلة، واللي هو يعني شوية، واللي هو بليز ما تسيبيناش بليز، اللي هو انا مش لاقية مبرر للي انت بتعمله ده. اصلا انا وجودي هنا متأكدة ان هو مش مفيد ب2 جنيه، وانت حتى مش مهتم تقولي ان احنا المفروض نعمل ايه. وقال لي انا عارف كده كده ان المرتب اللي احنا اتفقنا عليه ده قليل، بس معلش هي دي الامكانيات دلوقتي، ولكن قدام لما الشغل يبدأ ينزل بعد كده ممكن نبقى نرفع المرتب ده ل8000 على الاقل، ومش عارف ايه وكل الكلام ده. وانت ابن الشركة ولازم تقف في ظهر الشركة، اللي هي اصلا الشركة نفسها مشيت وسابتنا احنا مرميين في الشارع، بس ما تنساش ان انت ابن الشركة. وهنا انا رديت عليه بكل هدوء وقلت له اوكي هفكر كده وارد عليك بكره. فاستغرب جدا الموضوع وقال لي هتفكري؟ قلت له انا جعت واحنا متاخرين عشان الاجتماعات دي ولسه ما اتغديتش، اروح اتغدى، اشرب نسكافيه، انام وافوق واصحى تاني يوم اشوف بقى الكلام على ايه. فقال لي
طبعا خلاص ماشي، هستنى برضو ان انتي تردي عليا. فروحت وبعد ما اكلت وشربت وارتحت وحسيت ان حياتي بقت احسن بكتير، بدأت افكر في الموضوع. ولاني وقتها كنا في صيف لسه الدراسة ما بدأتش، فانا حرفيا ما عنديش حاجة اخسرها وبتسلى في الشغل ده. وزي ما قلت لكم انا بجمع خبرة علشان بعد كده انا مش مهتمة اصلا باللي احنا بنعمله دلوقتي. فبعت له مسج قلت له اتس اوكي، بس مع بداية الدراسة انا ولا اعرفكم. ولم أكن أدري إني هندم بعدها بيومين، علشان أتفاجئ يا صديقي العزيز إن إحنا لما هنروح المكان التاني، اللي بالمناسبة ما كانش بعيد قوي عن المكتب الأولاني، وحرفيا كان يعني واحد آخر الشارع واحد أول الشارع. وبالمناسبة هو شارع مشهور قوي في منطقة مشهورة جدا إن فيها 3/4 شركات مصر، لأنه بعد كده وضح لي إن المكان الجديد اللي إحنا هنشتغل منه مفهوش أجهزة. ده معناه إيه؟ ده معناه إيه؟ إن أنا هضطر كل يوم أنزل من بيتي واللابتوب 4 كيلو على ظهري علشان أروح أعمل العبث ده. إحنا بعيد قوي يا جماعة، لا إحنا بعيد، احنا بنبعد كل شوية، لو احنا مش واصلين لحتة حلوة خالص ومش عايزين نحافظ عليها. فلك ان تتخيل في اغسطس في عز الحر انا بضطر انزل باللابتوب بتاعي، يعني حرفيا انا بدفع مواصلات، بدفع بهدلة وطاقتي بتروح، بشتغل بجهازي اصلا وهو حرفيا مش بيدفع لي جنيه في برامج بستخدمها زي فوتوشوب والستريتور والبرنامج بتاع الانيميشن كمان. حرفيا مش بيدور على اي حاجة انا بطلبها، بيسيبني كده اللي هو لا يعني دوري بقى، بصي اعملي سيرش وطلعي لنا حاجة، احنا واثقين فيكي، هو انتي مش بنت الشركة ولا ايه؟ وفضل العبث ده مستمر لحد ما خلصنا الاسبوعين التانيين من الشهر الاولاني اللي انا مفروض شغالة معاهم. ونيجي بقى للسؤال المهم، هو المرتب فين؟ علشان اعرف بعد كده ان هو بيوضح لي ان الشهر الاول ده كان تدريب، انت بتتدربي معانا. بمعنى ايه؟ ان والله ما فيش مرتب، هو انت مش بنت الشركة ولا ايه؟ فانا اللي هو ويت احنا وصلنا لهنا امتى؟ مع الوضع في الاعتبار ان المعلومه دي ما اتقالتليش في اول انترفيو جيت واتفقنا فيه على المرتب، ما اتقالتليش في تاني انترفيو اللي اتقال لي فيه هو انت مش بنت الشركه ولا ايه، وان احنا هنروح لمكان تاني وعايزينك تفضلي معانا واحنا مقدرين مجهودك، والمفروض اصلا يبقى مرتبك ضعف المرتب ده، بس معلش اصل ما فيش ميزانيه، اصل احنا بعد كده هنبقى نعليه ان شاء الله. ما اتقاليش فيه ان الفتره دي كانت تدريب، ولو الموضوع كان كده من الاول كنت المفروض توضح لي علشان يبقى انا اللي عندي القرار اختار اكمل ولا لا. والحقيقه ان انا معرفتش المعلومه دي مع اخر الشهر، لان هو كان عمال يتحجج بعد ما الشهر خلص ان معلش المرتبات المره دي هتتاخر شويه، وان معلش اصل بس عشان الازمه اللي حصلت في تغيير المكان ونستحمل بعض. هو انتوا مش ولاد الشركه ولا ايه؟ فالمعلومه دي انا معرفتهاش بعد ما الشهر خلص، انا عرفتها في نص الشهر اللي بعده. ووقتها اصلا قال لنا طيب معلش احنا اصلا هنضطر نقعد من المكان التاني ده كمان وهنكمل شغل اونلاين. فلما بدات وقتها اتكلم في اني اوكي فين مرتبات الفترة اللي فاتت دي كلها، عرفت بقى الصدمة. فطبعا عملت خناقة محترمة وقتها، واللي هو انت ليه ما قلتليش ان في تدريب؟ قال لي اصلي اي شركة لما بتيجي تعين اي حد بيبقى الطبيعي ان هو بيتعين تدريب اول شهر، وبعد كده بنبدأ بقى ان هو ياخد نبدأ بعد كده ان هو بقى ياخد مرتب. هو فعلا ده بيحصل، بس الشركة المفروض توضح للشخص اللي هي هتعينه ان اول شهر او اول اسبوعين او في بعض الاماكن بتبقى اول اسبوع تدريب مفيش فيه مرتب. هل انت عملت كده؟ لا. هل انت وضحت لي ده في اي مرة حصل فيها ميتنج؟ لا. استاذ حالم انت بتحلم بسيناريو ما حصلش اصلا معايا. فطبعا وقتها اتكلمت بكل ذوق وشياكة، قلت له ماشي حلو، انا كنت بشتغل عندك بجهازي بلابتوبي ببرامجي بمجهودي وبصرف عليكم مواصلات. تعالى كده بقى يا استاذ حالم 5 نطلع الدفاتر كلنا نتحاسب، عشان المرحلة الجاية هشغل لكم هات الفلوس اللي عليكم. فمن هنا لهنا 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 وصلناهم ان هم هيكونوا 4000 جنيه 1000 علشان الشهر اللي انا نزلته تدريب، اللي كان نصه في مكان ونصه في مكان تاني، وكان في جزء منه كده اونلاين في البيت. والشهر التاني اللي المفروض ان هو بدأ يحسب لي فيه مرتب اللي هم 3000 جنيه، فكده توتال 4. وال1000 دي هو حرفيا وهو بيحسبها كان بيعتبرها شفقة، اللي هو بصي احنا هنحاسبك بس على التدريب ده على فلوس مواصلاتك اللي انتي تعبتي
فيها، واعتقد ان 1000 جنيه كتير قوي على ان هما يكونوا مواصلات رايح جاي كل يوم لمدة 15 يوم. هو انتي مش بنت الشركة ولا ايه؟ في المرحلة دي الحقيقة انا كنت على تكة واني اهزق الشخص ده، ولكن انا قلت انا هاخد فلوسي اللي ليا عنده، لان انا تعبت، عملت حاجات كتير واصلا محدش فيهم تعب معايا ولا فكر اصلا ان هو يتابع الشغل ده. حرفيا هو بس قال لي احنا عايزين نعمل فيديو وسابني كده، سابني. عمت انا بقى، عملت الشخصية وعملت الفيديو، كنت بختار الساوندز وعملت كل حاجة حرفيا لوحدي. فالمجهود ده انا مش هخليه يترمي على الارض، هاخد فلوسي اللي هي اصلا المفروض اقل من اللي احنا كنا متفقين عليه. انا ليا مرتب شهرين وانت افترضت ان واحد منهم تدريب من دماغك بس، تمام. هاخد فلوسي وبعد كده بقى نبدأ ايه، كلمني بقى كده ايه انسان لانسان، علشان اللي انت عملته ده مش احسن حاجة في الحياة. فلما بقى اتعاركنا العركة دي كلها قلت له خلاص تمام، انا كده محتاجة ال4000 دول تبعتهم لي على الاقل في خلال يومين. قال لي تمام، ده بصي عينيا ويوصلوا بسرعه ومش عارف ايه، ده انتي بنت الشركه، علشان يعدوا اليومين وادخل ابعت له الفلوس ما بعتتش. يقول لي تمام، اصل بس معلش الفتره دي الدنيا مزنقه معايا، انتي عارفه بقبض باقي الناس وكل الكلام ده، فاستني عليا بس اسبوع ولو ما وصلوش يا نهار ابيض على اللي هيحصل. بصوا مش منطق. فاللي هو اوكي، خلينا مع للاخر اما نشوف استاذ حالم هيفضل يحلم بينا لحد فين، علشان بعد كده يعدي الاسبوع وخمن كده يا صديقي ايه اللي حصل. طبعا ما بعتليش حاجه، وركز كده معايا، دي تاني مره اطلب منه حقي اللي انا المفروض ما اطلبهوش. فدخلت كلمته، ايه الاخبار، الفلوس ما جاتش، يا سبحانه هيجوا امتى، هتبعتهم لي امتى، كده ما ينفعش، انا مش بطلب منك فلوس استلفها، انا بطلب منك الفلوس اللي انا نزلت اشتغلت عندكم بيها. فقال لي بصي خلاص، هي استني عليا يوم كذا، اللي هو كان يوم خميس مثلا او اتنين، يعني يوم معين في الاسبوع، استني عليا يوم كذا وبجد خلاص هبعتهم لك. فاللي هو ماشي، ولكن وقتها انا كنت معتبره دي الفرصه الاخيره، الا اذا انا هاخد حقي بمعرفتي. ما هو ما ننساش ان انا عملت لهم شغل، والمفروض ان الشغل ده هم هيكملوا عليه، علشان لما ينزل هيبقى فيه منه حلقات كتير، والشغل ده معايا هم تقريبا معهمش النسخة الرو منه او الملفات الاصلية. دي اول حاجة. تاني حاجة، هم مش هيعرفوا يكملوا الشغل ده اصلا من غيري. فاللي حصل اني استنيت اليوم اللي استاذ حالم قال لي ان هو هيبعت لي فيه، كما هو متوقع يا صديقي، لو كان بعت لي ما كنتش عملت الفيديو ده النهارده وانا بقول ان انا انتقمت منه لما نصب عليا. والصراحة الانتقام ده كان اكتر حاجة ممتعة عملتها في حياتي. كل اللي حصل زي ما بعمل في اي بروجكت شخصي انا بعمله، لازم انزله على السوشيال ميديا علشان الناس تشوفه، علشان ممكن يجيلي شغل فريلانس او شركة او اي حاجة. بس ده بنعمله امتى؟ بنعمله لما بيكون شغل شخصي او شغل اشتغلناه مع حد بس الشغل ده خلاص خلص والشركة دي نزلته، فمن حق بقى الشخص اللي هو عمل الشغل ده ان هو ينزله ويقول يا جماعة انا صاحب الشغل ده، لو حد عايز شغل تاني اللي هو انا موجود. فاللي حصل اني فتحت السوشيال ميديا بتاعتي وهاي شباب، انا عملت بروجكت انيميشن خطير، عملت كاركتر رائع، يلا بينا اوريكم الشغل الجامد اللي انا عملته. وحرقت الشغل كله ونزلته وما خدتش اذن اي حد فيهم في الشركة. عارفين اللي هو انا حرقت الشغل وحرقت قلبهم على الشغل. ما هو انت ما تبقاش واكل عليا فلوسي وانا هعديها لك كده واسيبك تعيش بسلام. ويا دوبك نص ساعة ولقيت استاذ حالم داخل بيتكلمني وواخد بقى اتيتيود الشخص المقموص، اللي هو انتي ازاي بتنزلي الشغل، انا مش قلتلك ان انا هبعتلك الفلوس، احنا مش كنا متفقين، مش الشغل ده المفروض ان احنا كنا هنكمل عليه علشان نبقى اجمد شركة في مصر بتعمل انيميشن، اللي هو انزل باحلامك دي تحت كده وكلمني. ولكن لان برودي احيانا بحس ان هو بيستفز الناس، فانا قررت ازود في استفزازه واقول له انا طلبت فلوسي 3 مرات، يعني انت خدت عندي 3 فرص ان احنا نظبط الدنيا مع بعض وانت ما احترمتش ده. هل تفتكر ان انا هحترم ان انت ليك شغل ومحتاجه مني؟ وعارفين الازمه فين؟ ان انا فعلا خدت القرار ده علشان انا حرفيا اتبهدلت على ولا شيء.
انا كنت كل يوم بنزل بلابتوبي وبحاجتي وانا اللي ببذل مجهود وبدور على المعلومات علشان انت المفروض هتاخد مني شغل ما دفعتش فيه جنيه. يعني مثلا انا اشتغلت مع كذا حد وكنا بنيجي عند نقطة وبنختلف وما بنعرفش نتفق بعد كده، فكنت بوقف لان انا ما بذلتش المجهود الكبير ده في الحاجة وما كناش لسه بدأنا اصلا في بروسيس حقيقية للبروجكت اللي احنا كنا متفقين عليه، فما كنتش باخد رد فعل اللي هو خلاص احنا ما اتفقناش واتس اوكي، انا ما خسرتش وانت ما خسرتش، احنا بس ما عرفناش نظبط الدنيا مع بعض. والفكرة ان احنا مثلا ما اتفقتش معايا على حاجة وجيت قلت لي بعد كده سوري اصلا انا اتزنقت، سوري اصل مش عارف ايه، ما هو انت اتزنقت، ما انا كمان عندي حاجات ومحتاجه تتعمل. ودي المشكله اصلا اللي بتحصل مع اغلب الناس اللي لسه بتبدا شغل من الاول ما عندهمش خبره. نوعيه الشركات دي موجوده وكتير بتستغل الطلبه اللي لسه بتدرس والفريش جرادويت علشان يشغلوهم بحرفيا تراب الفلوس، وملكش حق تعترض علشان انت محتاج خبره علشان تروح مكان احسن من ده وترمي المكان ده في الزباله. ولكن ما تمرمطش الشخص اللي قدامك وتاكل عليه حقه وتنام بالليل على المخده وانت مرتاح. هتيجي عندي هتلاقي رد فعل يخليك تنام بالليل بتحلم بكوابيس. ولو فاكر ان القصة انتهت لحد هنا زي ما انا افتكرت وقتها تبقى غلطان، علشان تعدي سنة ونص وفاكرين احدهم اللي جاب لي الشغل في الاول خالص كان من الناس اللي انا ما عملتلهاش بلوك بعد ما عملت بلوك لاغلب الناس اللي كانت شغاله في المكان، وهو كان عارف موقفي من اللي حصل ده كله، والمفروض انه كان متفق معايا وعارف اني لو قابلت حالم ده بالصدفة في اي مكان اللي هعمله اني حرفيا هصوت واقول حرامي. ورغم كده كان لسه الشخص ده صاحبه عادي خالص. وفي احد الايام بعد سنة ونص من القصة دي لقيته داخل بيكلمني وبيقول لي حالم كلمني وعايز يرجع الفلوس اللي المفروض كان يدهاني من سنة ونص. اللي هو حضرتك الدولار تقريبا وقتها كان ب15، ساعة لما حالم حب ان هو يرجع لي الفلوس ده كان وصل 30 مثلا، علشان ضميره مش مريحه او علشان مش عايز ياكل حقي. ما فهمتش قوي الموضوع وقتها، حس بالذنب، ضميره أنبه بعد سنة ونص. هل تفتكر ان هو صعب عليا مثلا حد جاي يرجع لي فلوسي بعد الوقت اللي المفروض كنت اخدها فيه بسنه ونص؟ اللي هو حضرتك الفلوس دي اصلا دلوقتي ملهاش قيمه. يعني احسبها معايا كده، الدولار لو كان في اغسطس 2021 تقريبا ب 15 جنيه، فهو في الوقت اللي كان كلمني عشان يرجع لي فيه الفلوس اللي هو كان 2023 في بدايتها في نصها حاجه في الرينج ده، كان الدولار وقتها ب 30 جنيه. يعني ال 4000 دول قيمتهم في الوقت اللي كنت المفروض اخدهم فيه 260 دولار، وقيمتهم في الوقت اللي انا فعليا خدتهم فيه 133 دولار. احنا بنتكلم في اقل من نص قيمتها. ولكن هو فعلا وقتها بعتهم لي علشان ما يكملش في احساسه بتأنيب الضمير، بس انا مش مسامحه في العبث ده، لان لو كانت الفلوس دي تمن الشغل اللي انا عملته فتمن البهدله وتمن ان انا اقعد اتحايل على فلوسي اللي هي حضرتك دي فلوسي. فلا يا صديقي، انا مش مسامحه في العبث ده. نستفيد ايه بقى من القصه دي؟ نستفيد ان انت لو عيل وعندك شويه اصحاب بيعرفوا يعملوا حاجه، ما تقرروش تفتحوا الشركه لو انتوا مش هتعرفوا تبقوا شركه بجد. هو انت مش بنت الشركه ولا ايه؟ ولو انت طالب لسه بتحاول تبدا تشتغل او تدور على شغل ولسه ما عندكش خبره ومفيش اماكن كتير بتقبلك، ما تقبلش باي وضع علشان بس اسمك اشتغلت. ناس كتير من صحابي في بداية الشغل بتاعهم حصل لهم برضو مشاكل كبيرة جدا، وفي بعضهم اتنصب عليه بالفعل وما رجعتلوش فلوسه اصلا بعدها. واعرف انك اكيد لو انت شخص بيجتهد وبيسعى جامد في الحاجة اللي هو بيشتغل فيها او عايز يشتغل فيها، كده كده ان شاء الله في يوم ما هيوصل. فمش لازم نقلل من نفسنا علشان فاكرين ان احنا كده بنسرع عملية وصولنا للحاجة اللي احنا عايزينها. واخيرا، الشخص اللي يأذيك انتقم منه، علشان احنا مش في العالم المثالي، احنا مش كلنا مثاليين. وعلى الأقل دايما خليك واقف مع حقك، مش علشان حد قرر حاجة في دماغه يبقى الحد ده صح. وكده كده احنا كلنا عارفين ان الأيام بتدور وبتشوف حقك بيرجع لك قصاد عينك. وبس كده، دي قصة النهاردة. أتمنى تكونوا إلى حد ما انبسطتوا، وخلينا نستنى القصة الجاية علشان هتبدأ بقى قصص الكلية تظهر معانا. وفي النهاية لو كنت أول مرة تشوفني ولسبب ما حاسس إنك عايز تشوفني تاني، فما تنساش تسبسكرايب عشان الفيديوز الجديدة تظهر لك. وبس كده.
لا بس جامد الكرسي. وي. استنوا فيديو الكرسي نازل. نازل يعني، انا مش عارفه هو نازل امتى، بس هو نازل، استنوه. و باي باي.